قال انه شاف الروس بتطير واللي فضلوا عايشين عذبوهم وقطعوا فيهم لايام وبعدين حرقوهم، وقال ان ده الحكم الالهي العادل. ظهر وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو وهو راسم صليب على جبهته علشان بعدها الدنيا تولع وكل الناس تتكلم وتسأل هو كان يقصد إيه. وكانت أول حاجة تيجي في تفكير كل اللي شافوه إنه بيعلن عن حرب صليبية، وبعدين رجعوا قالوا لا، ده مش إعلان حرب، ده تقليد مسيحي بمناسبة 4 الرماد، وإنه يوم مقدس عند المسيحيين الكاثوليك. كلنا عارفين اللي بيحصل دلوقتي وإن الأحداث على صفيح ساخن في منطقة الشرق الأوسط. وبعدين ما إحنا بقالنا سنين ما شفناش أي وزير خارجية ولا حتى نائب عادي خرج وهو راسم صليب على جبهته. يا ترى ده لعبة على وتر الدين مرة تانية في السياسة الأوروبية زي ما حصل في الحملات الصليبية زمان؟ الله أعلم. الحملات الصليبية اللي كانت كلها بدعوة من الكنيسة تحت شعار الدين والصليب بدأت ازاي وحصل فيها ايه وانتهت امتى؟ بس قبل ما نبدأ اعمل سبسكرايب وما تنساش اللايك. ما هو علشان نفهم الحاضر لازم نعرف الماضي. الحملات الصليبية اللي عملتها أوروبا على بلاد الشرق والمسلمين واللي عددهم 9 حملات بدأت سنة 1096 وانتهت سنة 1291. بداية الحملات كانت دايما من عند رجال الدين. سنة 1095 يعني قبل بداية الحملات بسنة رزع البابا أوروبان الثاني خطبة في مؤتمر ديني كبير في حقول كليرمونت الفرنسية، وكانت كلها تحريض على الحرب تحت شعار الصليب. في الظاهر الدوافع دينية، إنقاذ بيت المقدس من المسلمين البربر المتوحشين، لكن الحقيقة كانت حاجة تانية خالص. المؤرخ ستيفن رونتيمان قال في موسوعته عن الحروب الصليبية إن البابا في المؤتمر ده قالها بصراحة إنهم رايحين يستولوا على ثروات الشرق، وإن البابا قال لهم بدل ما انتوا قاعدين كده تقطعوا في بعض هنا من الجوع روحوا أورشليم، الخير هناك كتير. لأن قبل الحملات كده بيجي 10 سنين حصلت كوارث طبيعية ومجاعات في شمال فرنسا وغرب ألمانيا ضربت أوروبا خالص. الكنيسة الكاثوليكية بقى في التوقيت ده كانت مسيطرة على أوروبا كلها، ورجال البابا كانوا شغالين الله ينور في نشر الإشاعات وإنهم يوهموا الناس إن خلاص الدنيا بتنتهي، وفسروا الظواهر الطبيعية دي على إنها دليل على قرب النهاية والقيامة خلاص هتقوم، وبكده قدروا يتحكموا في عقول الناس ويحركوهم زي عرايس الماريونيت. بدأت الحملة الأولى سنة 1096 وكان اسمها حملة الفقراء. لا ده مش مجرد اسم، ده لأن عدد الفرسان فيها كان قليل جدا وكل الجنود كانوا من الفلاحين اللي الفقر دايس عليهم حرفيا. وكان في الوقت ده الإقطاعيين في أوروبا شغالين بنظام السخرة، فده خلى الفلاحين ما عندهمش مانع يروحوا في أي حتة حتى لو حرب، ما هي كده كده خربانة، فقر وجوع وسخرة، فهتفرق إيه يعني؟ لكن في الشرق ممكن تكون في فرصة لحياة أحسن. الحملة دي انتهت باحتلال بيت المقدس سنة 1099 والصليبيين عملوا في القدس مذابح، عدد الضحايا عدى 70,000 وأكتر. الكلام ده منهم هم، يعني مثلا الفارس الصليبي اللي كان معاهم في الحملة ريمون دي غيوليه وصف مذبحة واحدة بس عملوها ضد المسلمين في القدس، قال إنه شاف الروس بتطير واللي فضلوا عايشين عذبوهم وقطعوا فيهم لأيام وبعدين حرقوهم، وقال إن ده الحكم الإلهي العادل وإن من الجميل إن المكان يتملي بدم الملحدين. متدين قوي ريمون، بس اوعوا تفكروا ان وحشيتهم دي كانت مع المسلمين بس، ده كان مرض متفشي فيهم ضد كل ما هو عربي. المفكر اللبناني امين معلوف قال في كتابه الحروب الصليبيه واللي اعتمد في كتابته على وثائق من جوه ارشيف فرنسا نفسها، يعني من جوه المطبخ. قال ان اللي كانوا مشاركين في الحملات كانوا بينهبوا كل اللي يجي قصادهم، حتى ممتلكات الكنائس ما سلمتش منهم، وقتلوا الرهبان. هو ان فكره تخليص بيت المقدس من ايد المسلمين وانقاذ الحجاج المسيحيين مجرد كلام بيداروا بيه طمعهم. ده حتى الحجاج المسيحيين اللي جم مع الحمله ما قصروش مع مسيحيين الشرق اللي على نفس ملتهم، نهبوا مزارعهم وخدوا ستاتهم واطفالهم يشغلوهم في اراضي البلغار والاناضول وانطاكيا. الحمله الثانيه بقى كانت سنه 1147 ودي كانت بدعوه من البابا ايجين الثالث، وكانت رد فعل على سقوط اماره الرها، والرها كانت اول مملكه يعملوها بعد ما استولوا على بيت المقدس في الحمله الاولى. والحمله الثانيه كانت اول حمله يشترك فيها الملوك، لويس السابع ملك فرنسا وكونراد الثالث امبراطور المانيا، وكلت المانيا علقه محترمه من السلاجقه المسلمين وكمل عليهم الجوع والمرض. وبعدها نزل السلاجقه على الفرنسيين بغارات قصفت جبهتهم، ولويس وكونراد بعد كده لموا بعض بشويه الجنود اللي فضلوا معاهم وطلعوا على القدس سنه 1148. عملوا بعدها محاوله هجوم على دمشق بس كانت فكره فاشله، افشل من فكره الحمله نفسها. اما الحمله الثالثه كانت جايه بدعوه من البابا غريغوريوس الثامن سنه 1189، والبابا كان متغاظ قوي لان اصلا الحمله كانت رد على صلاح الدين عشان رجع القدس تاني للمسلمين. والملوك في الحمله دي بقى عملوا رباطيه، فيليب الثاني ملك فرنسا
وريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا، وفريدريك بربروسا ملك المانيا. بربروسا قبل ما يعمل اي حاجه في حياته غرق في نهر اللاموس واتشردت جنوده، يلا خد الشر وراح. اما الفرنسيين والانجليز فضلوا يجهزوا للحمله لحد سنه 1190، وفي الطريق كده وهم ماشيين ريتشارد قال الايد البطاله نكسب، اما وسع نفوذي في صقليه، وده طبعا بوظ العلاقات خالص بينه وبين ملك فرنسا، اللي هو يعني احنا جايين اسره مع بعضين، بتاكل لوحدك ليه؟ ده حتى اللي بياكل لوحده يزور. وبسبب الموقف ده ضعف التحالف، والملك فيليب استنى لحد ما استولوا على عكا، وبعدها اتحجج بمرضه وقال لريتشارد معلش بقى ما عطلكش، وخلع على فرنسا وفضل في الحرب ريتشارد. وبعد صراعات قدر انه يستولي على شويه مدن كده على الساحل، لكن ما عرفش برضه ياخد القدس. واتعملت معاهده الرمله بين صلاح الدين وريتشارد، واللي كانت بتدي المسلمين حق السيطره على القدس والسماح للحجاج العزل والتجار المسيحيين بزياره المدينه. وصلنا للحمله الكام؟ الرابعه سنه 1202. الدعوه ليها كانت برضه من البابا، مش جرجوريوس، لا كانت من البابا اونوسنت الثالث. وكانت الخطه المره دي ضرب مصر، القوه الاسلاميه الكبيره في المنطقه. والبابا قال لهم وش كده لازم تبداوا بمصر، لانها راس الافعى اللي المفروض تتقطع عشان العالم الاسلامي ما تقوملوش قومه. وكان التخطيط ان من مصر يقوموا بحرب على القدس، بس لان الاعمال بالنوايا وهم كانت نيتهم مش سالكه. البندقيين اللي كانوا مسؤولين عن توفير الاكل والنقل للحمله مقابل 85 الف مارك ذهبي غيروا مسار الحمله، وهم متعمدين لان الصليبيين زوغوا من دفع الفلوس اللي عليهم، فغيروا سكتهم للدوله البيزنطيه المسيحيه. بس والله خير ما فعلته، البابويه وقتها ما خدتش اي اجراء قانوني او اي رفض على اللي حصل، والحمله دي بقى هي اللي فضحت الحملات الصليبيه وعرتها على حقيقتها، لانهم غزوا دوله مسيحيه زيهم. اما الحمله الخامسه بدا الكلام فيها سنه 1213، ده عليها برضو البابا اونوسنت الثالث. ايوه هو اللي قال على مصر راس الافعى. لا بس الشهاده لله، المره دي كانت دخلته مختلف، لانه بداها بحمله وعظ. البابا بعت وعاظ للتحريض على الحرب في كل اوروبا، وحمله الوعظ فضلت مستمره لحد ما عملوا المجمع اللتراني سنه 1215. يعني فضلوا سنتين يوعظوا، وبعدها عملوا شويه اجراءات كده نظموا فيها الحملات الصليبيه. وسنه 1217 اتحركت قوات مجريه بقياده اندريس الثاني، وقوات النمسا بقياده الدوق ليبولد، ووصلوا عكا وفضلوا واقفين هناك لحد ما انضمت ليهم قوات المانيه وهولنديه، وطلعوا على دمياط في مصر، وقدروا انهم يحاصروا دمياط لمده سنه. ولما الجوع والمرض ضرب المدينه بعت ليهم السلطان الكامل، قال لهم انا هتنازل ليكوا عن كل اللي فتحوا عمي صلاح الدين قصاد انكم تنسحبوا من دمياط. ايه يا حاج كامل انت شارب حاجه؟ يعني انت عايز تسلم ليهم القدس وعسقلان وطبريه وصيدا وجباليا واللاذقيه؟ الامراء الصليبيين طبعا ما صدقوا، كل الممالك الصليبيه القديمه هترجع لهم من غير حرب. دي حاجه حلوه خالص. لو بعد كل ده كمان نائب البابا بلجيوس رفض، قال ايه؟ انا مستحيل اتصالح مع الكفار دول، ده اللي هو انت كمان بتدلع. ووافقوا في رايه فرسان الرهبنه، والحمد لله انه رفض، وهتعرفوا دلوقتي ليه. الصليبيين دخلوا دمياط وعملوا فيها مذبحه، نهبوا وقتلوا وحولوا الجوامع لكنايس، وبداوا الزحف على القاهره، ودارت معركه بريه وبحريه كانت موت. بس لان الصليبيين ما كانش عندهم خبره في البحريه النيليه، فالبحريه المصريه استغلت ده وداست عليهم سيكه في المعركه. وكان وقتها قرب موسم الفيضان، وجات للسلطان الكامل فكره. جمع السلطان مجموعه من المقاتلين البحريين وقال لهم تعالوا انا عايزكم في عمليه فدائيه، ورسم ليهم خطه انهم يعدوا بحر المحله للمعسكر الصليبي الموجود هناك، ويعملوا فتحات في السد اللي موجوده على النيل. وفعلا فتحوا السد للنهر. وقابل بقى صحي الصليبيين تاني يوم لقوا الفيضان عامل معاهم الواجب وزياده، عدد كبير جدا منهم غرق في الميه والطين، وما عرفوش يعملوا اي حاجه ولا حتى يرجعوا دمياط، لانهم قطعوا عليهم خط الرجوع وحاصرهم الجيش. وفين يوجعك؟ ولما لقوها قفلت عليهم اضطروا انهم يقدموا عرض بطلب السلام، ووافق السلطان الكامل، واتعمل الصلح سنه 1221 لمده 8 سنين، ومشي من دمياط بس بعد ما اتعلم عليهم. اما الحمله السادسه واللي كانت سنه 1228، ودي ما كانتش حمله اساسا، قادها الامبراطور فريدريك الثاني الالماني، وده كان دماغ الراجل، ما كانش ليه لا في الحروب ولا الدم ولا الشغل ده. وعشان كده كان امبراطور مغضوب عليه من الكنيسه، لانه كان بيميل للحلول الوديه اللي تحقق ليه اللي هو عايزه من غير ما يلوث سيفه. وخرجت الحمله بتاعته من غير مباركه البابويه، ما هو لازم تكون من غير المباركه، لان عدد جنود الحمله كانوا 600 فارس بس. البابويه قالت سيبوه ده طلع يتفسح، بس هو كان في اتفاقيه بالتفاوض بينه وبين السلطان الكامل ناصر الدين محمد، اللي كان اسم مش على مسمى، وهتعرفوا دلوقتي ليه. واتعملت معاهده يافا بين السلطان الكامل وفريدريك الثاني، وتنازل السلطان الكامل عن بيت المقدس وبيت لحم، لكن المسجد الاقصى وقبه الصخر فضلوا تحت ايد المسلمين. المعاهده ديت لا المسلمين وافقوا عليها ولا حتى الصليبيين. المسلمين رفضوها وقالوا بقى
المدينة اللي طارت عشانها رقاب واتعملت بسببها بحور دم تتسلم بالسهولة دي؟ والمقريزي قال إن المؤذنين كانوا بيروحوا في وقت غير وقت الأذان عند مخيم السلطان ويأذنوا كأنهم بيقولوا له الله أكبر لو كنت نسيت. أما الصليبيين فكانوا رافضين المعاهدة بسبب إن هو إزاي يعني المسلمين ما يسلموناش القدس كلها بالمسجد الأقصى وقبة الصخر. والأدهى والأمر بقى إن السلطان الكامل ناصر الدين منع رفع الأذان في القدس وقت وجود الإمبراطور احتراما ليه. لا كده بجد وسعت منك يا أبو كمال، مش قلت لكم اسم مش على مسمى؟ المقريزي في الموقف ده قال إن فريدريك الثاني نفسه قال للقاضي شمس الدين إن الكامل أخطأ فيما فعل، والله إنه كان أكبر غرضي المبيت في القدس وأن أسمع أذان المسلمين وتسبيحهم في الليل. وجي بعدها الصالح أيوب وكأنه كان عايز يصلح العار اللي عمله ابوه الكامل محمد، فاتحالف مع الخوارزميين وطلعوا على بيت المقدس وحرروه سنة 1244 وفضل من بعدها بيت المقدس تحت سيطرة المسلمين لحد سنة 1917 لما دخلوا الجيش البريطاني. نيجي للحملة السابعة وكانت سنة 1249 وكانت حملة نحس عليهم حرفيا. الحملة كانت بسبب رجوع بيت المقدس في ايد المسلمين تاني. وقتها ملوك اوروبا قالوا لا ده احنا كده بنضيع يا وديع، وحسوا كده ان املاكهم في الشام بتتسحب من تحت رجليهم، فقالوا يلا نعمل حملة. وكان هدفهم الأساسي مصر، لأنهم فهموا بعد هزيمتهم في معركة هاربيا وضياع بيت المقدس منهم إن ده كان بسبب إمكانيات مصر البشرية والاقتصادية، وعرفوا إن مصر هي ترسانة العالم الإسلامي وإن هي اللي بتتصدى لأطماعهم وطموحاتهم في المنطقة. الحملة كانت بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، جمع جنوده وطلع بالحملة. أول ما وصل حاصر دمياط فانسحب الجيش المصري، فالأهالي خافت على نفسها فخرجوا ورا الجيش. السلطان الصالح قال للجيش هو انتوا فاكريني عشان انا مريض هفوتها لكم؟ انتوا بتحلموا. وبرغم انه كان مريض جدا بس ما خلاش موقف الجيش ده يمر مرور الكرام. امر باستدعاء كل الامراء المسؤولين عن اللي حصل وكانوا 50 شنقهم كلهم، ومن غيظه كان هيقتل القائد فخر الدين نفسه. ودخلت الحمله دمياط بكل سهوله، لدرجه ان من سهوله الدخول الصليبيين فكروه كمين. لويس قال بس ده احنا جايين نتسلى. اما بعت بقى رساله للصالح ايوب اقول له استسلم كده بالذوق. رد عليه الصالح ايوب وقال له انت مش فاهم انت عملت ايه، ده انت وقعتك سودة. وقد كان اعلنوا النفير العام في مصر وخرج حتى عامه الناس للجهاد. وقت الحرب توفى الملك الصالح ومسك الجيش من بعده المماليك، ونجحوا في تدمير الصليبيين في معركة المنصورة، وختمت بمعركة فرسكور واللي كانت القاضية، واتحققت كلمة الصالح أيوب. ووقع لويس التاسع في الأسر، وعلشان يفدي نفسه كان لازم يشخلل عشان يعدي، وطلب منه فدية 400,000 دينار تعويض عن الخسائر اللي اتسببت فيها الحملة، وده كان مبلغ كبير جدا وقتها. مراته جمعت نصهم بالعافية ووعدهم إن أول ما هيروح عكا هيبعت ليهم باقي المبلغ، وما بعتش حاجة. رجع لعكا وفضل فيها 4 سنين وبعدين رجع لفرنسا. بعدها كانت الحملة الثامنة سنة 1270 اللي برضه كانت بقيادة لويس التاسع. شكله معرفش ينسى اللي حصل له في الحملة اللي قبلها. الحملة دي لويس التاسع بس أيادي البارونات والفرسان حرفيا علشان يوافقوا عليها، لأن فشلهم في الحملات اللي قبلها وسمعتهم اللي بقت في الأرض خلتهم ما عندهمش استعداد يتورطوا تاني في أي حملة. فحتى مؤرخ لويس نفسه اللي كان معاه في كل حملاته رفض يروح معاه، اللي هو ريحنا بقى يا عم، وقال إن خبر الحملة نزل عليه هو وكل اللي حواليه زي الصاعقة، وإن لويس اضطر إنه يشتري حماس البارونات والفرسان بالفلوس. وتوجهت الحملة لتونس، وكان الهدف منها انه يعمل قاعده عسكريه في تونس يهاجم منها مصر. ما هو ما كانش هيقدر يجي على مصر على طول، خاف يتمسك يتحاسب باثر رجع. ما هو عليه 200,000 دينار، لكن ما لحقش يكمل خطته لانه مات في تونس. وكمل مكانه للحمله التاسعه الامير ادوارد. وبعد فتره صراعات بينه وبين الظاهر بيبرس لقى انه صعب يكمل الحروب، خصوصا ان كان في مشاكل جوه الدوله المسيحيه. وقتها بدا انه يتفاوض مع السلطان بيبرس واتفقوا على هدنه مدتها 10 سنين و10 شهور و10 ايام. وفي سنه 1289 جه السلطان قلاوون وجمع جيشه وقال لك يلا نعيد امجادنا، واستهدف اللي كان متبقي من طرابلس واستولى عليها بعد هجوم كان طحن، لدرجه انه قلاوون خسر ابنه الكبير في المعركه دي. وفي سنه 1291 هجم جماعه حجاج من عكا وقتلوا 19 من تجار المسلمين، فطالب السلطان قلاوون بتعويض. ولما ما حدش رد عليه قلاوون عملها حج وقال لهم بس كده ده انا مستنيها، انتوا ما تعرفوش انا بتلكك اصلا، وراح محاصر عكا. لكن قلاوون مات وقت الحصار. وكمل بعده السلطان خليل وفتح عكا، وما بقاش للامارات الصليبيه اي وجود تاني في الشرق. ولو انت لسه معانا يبقى شابولك، فما تنساش السبسكرايب واللايك والشير بقى عشان الناس اللي بتقولك هي مصر عملت ايه.